النهارده من قلب مدينه نصر، معايا سي او بريزيدنت عبد الله سلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله. شكرا على الاستضافه الجميله، نورنا. ماشي، حضرتك عارف فورمات البرنامج. اول حاجه بنحب نرجع لورا كده شويه، فهنرجع ايه في الماضي. ماشي، فاول سؤال انا بحبه عامه يبقى بيرسونال. حابه اعرف عاده اي حد ناجح بيبقى طريقه تربيته مختلفه شويه او مميزه. وبسمع كتير عن جد حضرتك، بس برضو حابه اسمع اكتر عن باباك. يعني رباك بقى انت واخواتك ازاي؟ بصي، بابايا ده حدوته. يمكن ما بتكلمش عنه كتير. بس هو وحتى دايما بعد حلقات كتير في انترفيوز بتاع ما بكلمه في التليفون بقول لهم كويس ان هم ما سالونيش عليك، عشان انا لو فتحت في الكلام عن والدي مهما اقول، وبقصد ما اتكلمش عليه، انا مهما قلت هو عارف طبعا، بس يعني مهما قلت لن اوفيه حقه. يعني هو بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، وهو كل حاجه، ويعني ربنا يا رب يخليه لي. بصي، والدي السبيشال فيه قوي. يعني تاني زي ما انت قلتي، انا اتعلمت كتير قوي من جدي رحمه الله عليه، وتعلمت كتير قوي من عمامي. ودايما بذكر عمي الكبير، لان هو عمي وحمايه، وكان الليدر بتاع الاورجنايزيشن في فتره معينه، فهو مدرسه كبيره جدا اتعلمت منها. والدي از فيري سبيشال كيس بالنسبه لي. هو راجل هادي جدا، حكيم جدا، قليل الكلام جدا. ناس كتير يعني هو مش بابليك فيجر خالص، مش بتاع الحاجات دي كلها، بس لما بيقول كلمه ما بقولك تتوزن. وهو حتى وانا بقول عشان كده بقول هو حكيم جدا. هو ربنا حباب الحته ديت، الحكمه بالذات كده، ومن اوتي الحكمه. في الحكمه دي بتبقى حاجه من عند ربنا كده. هو ساعات بقول له انت قلت لي كذا وعلمت معايا، يقول لي انا قلت لك كده يا ابني. فهو ربنا محبيب الحته ديت، يعني يروح قايل لك كلمتين يغيروا لك حياتك في مواقف. بقول لك بقى when you need him. يعني والدي بقول لك مش بالعكس، يعني الحاجات لسه قريب كنت بتكلم معاه فيها. والدي كان معايا انا واخواتي معادله عجيبه جدا، وتيكس الوت، يعني عايزه قوه من اب بيحب ولاده. بالعكس، انا والدي بقول لك متعلق بينا. يعني هو في السن حتى دلوقتي لما سنه كبر والحاجات دي كلها، ودلوقتي ولاده واحفاده حواليه، عاده اللي في السن ده بيبقى ايه، التولرنس بتاعهم للدوشه وللاطفال والحاجات دي قليل. هو بالعكس، هو لو مش ولاده واحفاده حواليه على طول يبقى على طول متضايق، مع انه اللي زيه في السن ده بقول لك ايه، ابعد عني، مش عايز دوشه. مش عارف الحاجات دي كلها. فلسه كنت بقول له قريب، يعني دي بقول لك برده من الحاجات اعتقد ان كانت مهمه جدا في تربيتنا، واثرت فيا جدا. ان هو زي ما بقول لك هو بيتدخل at the right time، ودي صعبه. انا بقول لك انا كأب اهو النهارده لما بتبقى شايف ولادك ماشيين في سكه معينه، انت بتبقى عايز غصب عننا كاهالي، بنبقى حاسين احنا عارفين ايه الصح، وده ابني وما حدش بيحبك اكتر مني، وكل الكلام اللي احنا مقتنعين بيه وهو حقيقي. فببقى حاسس ان انا اللي عارف ايه الصح، اعمل كده ما تعملش كده. فوالدي بقول لك عمل معادله صعبه جدا في ان هو عمره ما كان بيفورس علينا حاجه. اعمل اللي انت شايفه صح. هو ربنا بقى، بقول لك بقى رجوعا للتربيه دي، هو ربنا على يا ابني ربنا اتقي الله في شغلك. يعني حتى هقول لك جمله بسيطه جدا جدا تبدو، هتلاقيني اي حاجه هقولها على لسان والدي تبدو بسيطه جدا، بس انا بقول لك اثرها في حياتي كان دراماتيك. ف فانا ما انساش لما خلفت بنتي الاولانيه، اول خلفتي خالص، ولسه انا كنت شاب صغير جدا، كان عندي 24 سنه ساعتها لما خلفت. وفجاه حسيت، انا اول ما شفت بنتي ديت كده بقى حته لحمه في ايدي كده، فجاه حسيت ان في جبل حمل اتحط على ظهري من كتر، يعني الحمد لله كان احساس جميل وحب غريب من نوعه. بس حسيت فجاه بحمل، انا هربي ازاي ولا هعمل ايه؟ المسؤوليه اللي فجاه بقت في رقبتي دي، انا هعمل ايه؟ فرحت رايح لابويا ساعتها قلت له انتوا ربيتونا ازاي؟ فراح قال لي يا ابني هو انت فاكر انت اللي بتربي؟ اتقي الله، خلي بالك من نفسك ومن من اعمالك انت، ومن علاقتك بربنا، ومن رحمتك بالناس، وكلام بسيط جدا بقول لك يبدو بديهي، وربنا هو اللي بيربي، هو اللي بيحفظ العيال، وهو اللي كذا، وهو اللي يعينك بقى انك ازاي تربي الحاجات. حاجات من هذا القبيل بقول لك، اللي هي انا بالنسبه لي بقت منهج. فانا خلاص رحت واخد الجمله دي بقت منهج. حاجات بقى مره برضو فتره اللي هي كنت لسه راجع من كندا، وغصب عني كنت شايف لطف نيجاتيفيتي في البلد هنا. تحسس ايه ده، احنا ليه مش متقدمين، احنا ليه البلد كذا، احنا ليه الناس مش جاده في العمل، احنا ليه الناس مش عارفين. شايف لطف نيجاتيفيتي. برضو ما انساش برضو، بصي البساطه، عشان كده بقول لك هو بالنسبه لي هو سر كبير جدا في حياتي يعني. قال لي يا ابني انا ما اعرفش الناس اللي انت بتقول عليها دي. والله قال لي كده، قال لي انا ما اعرفش الناس اللي انت بتقول عليها اللي مش صادقه واللي مش جاده واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه، وانا عايش في نفس البلد اللي انت بتتكلم عليها. اظبط نيتك. ما انساش انا بقول الجمله دي، وهو بقول لك كلامه كده بيروح طالع عارفه راشق كده. اظبط نيتك، ربنا يوقف لك ولاد الحلال. انا ما اعرفش الناس اللي انت بتقول عليها.
وبقيت لسه مفكره برضو قريب. قلت له انت قلت لي قال لي انا مش فاكر انا قلت لك كده، بس ما دام انت بتقول كده. قلت له ده بقى منهج بالنسبه لي. قلت له لما بيحصل حاجه لخبطه كده او احس ان في حد مش تمام معايا او حاجه كده، بقعد اراجع نفسي، لان انت قلت لي راجع اظبط نيتك. والله بقول لك اثر عجيب، اظبط نيتك تلاقي الدنيا مشيت، تلاقي الناس ربنا وقف لك ولاد الحلال. وناس النهارده، الجمله دي قالها لي من 10 سنين او اكتر لما كنت لسه راجع من كندا. النهارده الناس ساعات بتسالني انت جبت التيم ده منين؟ انت ايه الناس اللي حواليك دي؟ انت ايه بتاع؟ فبقيت اقول لهم نفس الجمله بتاعته، بقول له ايه اظبط نيتك، وبستبشر خير لما الاقي الناس اللي حواليا حلوه، بقول يبقى الواحد نيته كويسه ان شاء الله، يا رب يا رب كده، دي معنى دي بشرى ان الواحد نيته كويسه. فتاني بصي حدث ولا حرج، مش عايز اتكلم اكتر من كده، لان انا بقول لك مهما قلت لن اوفق هذا الرجل حقه. قيسي بقى على كده، بقول لك في كل مواقف حياتي كلمه في الصميم ما قل ودل تغير لي حياتي، وكل واحده منهم بتقلب منهج. يعني كل كلمه ساعات ببساطتها تروح قلبه معايا منهج في الحياه، يخليني خلاص عارف اتصرف في المواقف دي ازاي. زي ما بقول لك خلاص بقيت اتحط في موقف معين، ده قال لي كذا اعمل كذا، وهو بقول لك ببساطه وبسلاسه وبحكمه شديده جدا، ويروح قايل الكلمه وما يحسش بيها. فربنا يا رب يخليه لي، هو حاجه كبيره قوي يعني. وحضرتك قلت ان حضرتك اتجوزت بدري، يعني اولموست 23. 23. طيب ناس كتير جدا خايفه من الجواز، وانا عامه قبل ما اتجوز برضه كنت منهم. ف يعني بالذات الشباب الصغير، لا انا لسه صغير، لا طب اشتغل الاول. تقول ايه يعني؟ ترجع تقول لنفسك ايه وتقول ايه للشباب اللي خايفه من الجواز والخايفه والمسؤوليه؟ طيب انا اتسالت السؤال دوت، انت هتعمل ايه مع عيالك؟ لان انا اتجوزت بدري. والسؤال بقى لو بدانا بيه، انت ندمان اتجوزت بدري كنت تتجوز متاخر؟ الحمد لله احسن حاجه عملتها في حياتي، الحمد لله. بس برجع اقول كل واحد وظروفه، لان انا بقى لما اتسالت على اولادي انت اكيد هتجوز عيالك بدري عشان انتوا في العيله متعودين بتتجوزوا بدري والحاجات دي كده. قلت لهم بصوا انا اي دونت سي، انا لا شايف ان صح ان الواحد يبقى بوشنج ان لازم عيالي يتجوزوا بدري، ولا بوشنج برضو المفهوم اللي انت لسه واصفاه دلوقتي، لا الولاد لسه صغيرين لا ما يتجوزوش دلوقتي، لا يستنى لما يكون نفسه. تعالي نمسكها حته حته كده، يكون نفسه يبقى حضرتك هتتجوز وانت عندك 40 سنه. لو لو هتستنى لما تكون نفسك هتتجوز. لو وايه مفهوم كون نفسي؟ يعني على فكره انا بواجه ساعات حد يجي يقول لي كده، يقول لي انا نفسي اتجوز بس مش قادر، انا معيش غير كذا وكذا وكذا. قلت له حضرتك في ناس ما معاش كذا وكذا وكذا وبيتجوزوا، عايشين ازاي؟ ما هو على فكره ما احنا الناس مستويات، ربنا يرزق الجميع الخير وكل حاجه، بس دي سنه الله في الكون، الناس مستويات. ففي ناس غالبه قوي هم دول ما بيتجوزوش، بيتجوزوا بس على قدهم. فبالعكس انا شايف ان الجواز حاجه مهمه جدا جدا جدا، كل واحد وظروفه. بقول لك ما تعرفيش، ممكن الناس ممكن يبقى الجواز حياتهم بتبوظ بعد الجواز، او ما بتبقاش علاقه ناجحه، او بتتسبب في مشاكل كتير ليهم في حياتهم. ربنا يا رب يعفو عن الجميع ويصلح حال الجميع. بس انا كمنظور عام، دي وجهه نظري الشخصيه ومن تجربتي الشخصيه، انا شايف ان الجواز ده حاجه مهمه جدا في بنى حتى يور كارير والحاجات دي كلها. هي الجواز بيديك سنس اوف بيربس. يعني انا تاني هتلاقوني بلكتشر كتير قوي في موضوع البيربس. يعني دايما لما حد بيقول لي طب والواحد عشان يبدا يعمل ايه وايه اهم حاجه تبقى عنده بيربس، يبقى عندك هدف انت بتعمل كده ليه. لما بتتجوز تبدا تكون اسره، ما هو الجواز ده هو النواه بتاعه تكوين اسره. فلما بتبدا حطيت البذره بتاعه تكوين اسره دي، فجاه حياتك بقى ليها بيربس وبقى ليها معنى وبقى ليها هدف، احساس. يمكن انا بتكلم من منظور انا كراجل يعني شويه، احنا مش عايز ناس تاخدها مفهوم يقول لك ده مجتمع ذكوري والحاجات دي كلها. بس انا في حته كده بالفطره في الرجاله، اللي هو الراجل ما بيحسش بساتسفاكشن غير لما يحس ان هو صاحب مسؤوليه، ان هو في ناس مسؤوله منه. بغض النظر النهارده في ستات كتير جدا شايلين شركات وشايلين مجتمعات ووزارات ورؤساء دول والحاجات دي كلها، وبجد يعني انا ساعات بنبهر من what women are capable of ساعات اكتر مننا. بس انا بقول لك دي حاجه في فطره الراجل، ان هو يحس ان في ناس مسؤوله منه. فدي بدايه انك تحس بالاحساس بتاع الساتسفاكشن بتاع ان في ناس مسؤوله مني، في ناس بتلوك اب تو مي، سواء مراتك او عيالك او بتاع. فانا بقول لك بتكلم من منظوري انا. فرجوعا تاني للاجابه على السؤال، نصيحتي للناس لما تحس الحاجات دي، في حاجات كده شبه شويه ستارتنج بزنس. يعني في ناس ساعات تيجي تقول لي امتى ابدا بزنس؟ اقول له مش محتاج حد يجاوبك على السؤال ده، هي بتيجي لوحدها. لما الاحساس ده بيجي بتاع ان انا عندي فكره ومتحمس لها وعم باشنت اباوت وشايف الاند ان مايند بتاعها، جو هيد. انا بقول لهم الجواز نفس القصه، هو مش هوم ورك يلا انا بقى عندي كام سنه لازم اتجوز، ولا العكس بتاع انا لسه شويه عليا ما اتجوزش. لما ربنا زي ما بيقولوا كده يرزقك ببنت الحلال او يرزقك بابن الحلال، جو هيد وابداوا حياتكم مع بعض وشقوا طريقكم مع بعض وكافحوا مع بعض. والله العظيم الحاجات دي ليها طعم
لان ساعات بقول لك الناس فعلا حاسه ان انا مش جاهز. يا عم اجهزوا مع بعض، خدوا بايد بعض، ده هو ده اللي هينجحك. وفي على فكره ابعاد روحانيه كمان ودينيه لو عايزين يعني. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلبوا الرزق في الزواج. فالجواز بيجيب رزق. ما انت فجاه بقى في واحده مكتوب لها رزق. على فكره اوعى تصدق ان انت اللي بترزقها ولا انت اللي دي فلوسك وبتصرف عليها. هي ليها رزق، عاشت بيك او من غيرك ليها رزق. فهي لما بقيتوا مع بعض بقيتوا بترزقوا برزق بعض، محدش عارف مين بيرزق برزق مين. فالجواز بالعكس بقول لك يبدو حاجه موضوع اجتماعي وايموشنال، بس هو بقول لك في صميم الكارير والبيزنس والبيربس وبيلدينج يور كارير. فانا من الناس اللي برو اول ما تيجي الفرصه توكل على الله. وطبعا بقى كلام يبدو برضو نظري شويه، انا ضد جدا 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 المغالاه اللي ساعات بنوصلنا لها في المجتمع، في ان عشان يتجوز لازم كذا ولازم كذا ولازم كذا، سواء من الطرفين يعني، سواء الاكسبكتيشنز بتاعه الزوجه واهلها او تطلعات الراجل ان هو انا مش هقدر اتجوز غير لما اعمل كذا او القصه دي كلها. ويعني في بيسكس تاني ما بنقولش ولا حاجه ولا بتاع، في بيسكس بتاع، بس اول ما فعلا البيسكس دي تتوفر توكل على الله. وبالعكس انا ساعات بقى بقولها ودي عايزه جرأه شويه، بقول توكل على الله وربنا هيبعت لك. طيب speaking بقى of business وفاميلي برضه، العيله كان ليها تاثير كبير جدا على الفاليوز بتاعت حضرتك في الشغل، فازاي بقى بتنسل ده بقى لاولادك دلوقتي؟ بصي خلاصه الموضوع ده is leading by example. انا بقول لهم كلام كتير جدا واقعد والم العيال، يا ابني كذا، يا ابني مش عارف مين، يا جدع ركز، بيربس ربنا، الفلوس دي اداه مش غايه، انت هتعمل بيها ايه هو الاهم، انت هتسال على مش عارف كذا، انت مش عارف. بقول الكلام ده كله واي ويل ستيل دو، لان ساعات ما تعرفيش زي ما انا لسه شرحت لك، ساعات ابويا بقول لك كان يقول لي كلمه خلاص تغير لي حياتي، تبقى منهج في حياتي. ف I will never stop ان انا اقعد اقول لهم نصايح من هذا القبيل. وزي ما اتقالت لي فتره من الفترات، وفي كلام كتير جدا بتلاقيه بكرره على لسان والدي وعمي وجدي والحاجات دي كلها. فذس از هاو شربونا الفاليوز والقيم دي. بس انا بعد التجربه هي احسن حاجه تشربي بيها عيالك او احنا شربنا بيها القيم والفاليوز والحاجات دي كلها هي الفعل. فهتلاقيني بقى الحاجات اللي مأثره اكتر في حياتي، انا اقول لي هتلاقيني اقول لك انا شفته عمل كذا، والدي ولا جدي ولا عمي لما اتحطينا في الموقف الفلاني يتصرف بالطريقه الفلانيه، من غير ما يقول لي بقى، هو مش قاصد في الموقف ده انه يعلمنا درس، هو غصب عنه اتحط في الموقف ده وتصرف بالطريقه دي. فشوفنا يعني ايه اخلاق، ويعني ايه قيم، ويعني ايه ربنا قبل اي حاجه، ويعني ايه تراعي ربنا في الناس، ويعني ايه تحط هدف لنفسك في الحياه، ويعني ايه الحاجات دي كلها. فهي المعامله والطريقه وليدنج باي اكزامبل اي ثينك هي اهم حاجه اثرت فيا انا من ناحيه الاسره، وهم كلهم اساتذتي بمعنى الكلمه يعني. وفي حته اعتقد مهمه قوي، ان الواحد يعني لو نصيحه للشباب يبقى منفتح انه يتعلم من اي حد، مش بس ابوك وعمك وجدك والحاجات دي كلها، اخوك، ابن عمك، قريبك، مراتك، ابنك ساعات، اي حد في الدنيا ممكن تتعلم منه حاجه صغيره او كبيره يعني. حلو جدا. طيب ماشي، نرجع بقى 3 سنين ورا، احنا رجعنا خالص. انا رجعت من كندا من 10 سنين. وفي كندا فعلا دي كانت بدايه، يمكن احنا في الاسره عندنا فاميلي بزنس ريليتد للريل استيت، بس موستلي في الكوميرشال ريل استيت، اوفيس بيلدينجز ومخازن، عمرنا ما كنا في الريزيدنشال. يمكن بعض الاشخاص من العائله كانوا بيرسونالي انفستد في بعض الريل استيت كومبانيز اللي معروفه حتى في السوق، بس احنا كاوبريشن عمرنا ما كنا في الريزيدنشال ريل استيت ديفلوبمنت. انا بدايه تعرفي بالمجال دوت فعلا زي ما انت قلتي كده هو كان في كندا، لان وانا هناك كنت بالعكس يعني عارف اني عايز ارجع، فكنت ايه زي ما بيقولوا كده بحاول اشتغل في حاجه ما فيهاش غرز مش عايزه فول تايم جوب هناك، ان تصعب عليا القرار لما ابقى عايز ارجع. فقلت ايه انا هشتغل اسيت مانجمنت في الريل استيت، ان انا اشتري عقارات واطورها وابيعها او اجرها وبتاع، في اسيت مانجمنت اكتر منها ديفلوبمنت. اوكي. وبعدين فتحت عيني على السوق هناك اللي فيه حاجات كتير جدا ناقصانا هنا. فلما رجعت فعلا زي ما انت بتقولي بقى كده، قلت لا انا عايز اعمل موديل لابوتيك ريل استيت كومباني. بالعكس ده كان الطموح كله، ان انا عايز اعمل ابوتيك ريل استيت كومباني بس تبقى مميزه. حتى كان عندنا جمله ضحكك يعني على، وده درس مهم جدا في ان الواحد بس ياخد بالاسباب ويتوكل على الله وربنا هيسوقه في السكه اللي ان شاء الله فيها الخير ليه يعني. كنا عندنا جمله مكتوبه في منكا بقى، انشات منكا بعد ما رجعت من كندا. منكا انا بدات منكا كفكر بداتها 2015 بعد ما رجعت بسنه على طول، اسست على الورق 2017.
وبدات اسيت مانجمنت اكشلي. انا اسستها في 2019 لما بدات اخش في الديفلوبمنت. من 2014 اخر 2014 اوائل 15 كان اسيت مانجمنت زي ما كنت بعمل في كندا. وده كان اقصى طموحي، ان انا اسيت مانجر بشتري عقارات وبقول لك اطورها وابيعها واكبر المحفظه العقاريه بتاعتك وتقلب وتقسمها قد ايه منها انكم بروديوسنج وقد ايه معتمد على الاسيت ابريشيشن وقد ايه حاجات تو كيب. يعني كان ليها حاطين استراتيجي معينه للاسيت مانجمنت كومبوننت اوف ريل استيت كومباني. وبعدين واحده واحده بدا يظهر قدامي اوبورتونيتيز للديفلوبمنت، بس برضو على فيري سمول سكيل. فبدات ادوق طعم الديفلوبمنت وافهمه واتمرس فيه اكتر. وكنا عندنا جمله بقى باك تو الحته اللي عايز اقولها لك. كان عندنا جمله في منكا في واحد من الهيد اوفيسز. احنا منكا كبرت بسرعه جدا. يعني انا منكا بداتها، اول ما بداتها كنت قاعد انا، كنا 3 موظفين، كنت انا ومعايا 2 تانيين. كنا احنا ال3 قاعدين في مكتب واحد في واحده من شركات الاسره. استلفت من ساعتها، قلت لهم كده، قلت لهم انا مش محتاج، انا شركه صغيره لسه بتبدا وبتاع، انا مش عايز بس غير المكتب ده. بمعنى الكلمه كان مكتب لا اعتقد انه يتعدى 2 متر في 2 متر، وكنا قاعدين فيه احنا ال3. ومكتب جوه مستلفينه، انا دايما زي ما بقول لك كده يعني من بتاع. بعديها بسنه كنا ناقلين في دور ارضي في مبنى اداري، لانه وصلنا ساعتها ل 15 واحد تقريبا في الشركه من 3. بعديها بسنه على طول، بعديها بسنه لدرجه الناس تقول لي بقول لك ايه، خد مكان كبير وريحنا بقى، احنا مش هنقعد كل سنه بتاع. بس I wasn't imagining، لا يمكن كنت اتخيل الجروث اللي بيحصل. يعني هقول لك اكشلي بالارقام حاجه تخض. يعني اول مشروع ديفلوبمنت عملناه، وهرجع لك لسه للجمله، فكريني الجمله اللي مكتوبه على الحيطه، يعني عشان انا سهل جدا اخدك في مواضيع ودهاليز كتير جدا يعني. بس باكتو للجروث وللمكاتب عشان اقول لك في واحد من المكاتب كنا كاتبين ايه على الحيطه. يعني اول مشروع ديفلوبمنت عملناه كان حاجه بقول لك صغيره جدا، عماره صغيره ومش كلها احنا اللي جزء منها مقاول مشاركنا فيها والقصه دي كلها. فاول عماره دخلنا فيها عملناها ديفلوبمنت كان حجم مبيعات المشروع دوت لو اف ليبل الديفلوبمنت يعني 6 مليون جنيه. الكلام ده في 2016 او 17. تاني سنه على طول دخلنا على مشروع ب 60 مليون جنيه، 10 اضعاف. السنه اللي بعديها على طول لقينا نفسنا مشروع ب 600 مليون جنيه، 10 اضعاف. والسنه اللي بعديها 6 مليار، اللي هو كان كندا في منكا وهنجيله. انا ساعتها انا فاكر كويس جدا ان انا لميت الشركه قلت لهم بصوا الحمد لله، كنا كده في اخر السنه وبنحتفل، قلت لهم بصوا ده ضرب من الخيال. انا لا يمكن كنت احلم ولا اتخيل ان احنا نضاعف 10 مرات 3 سنين من 6 ل 60 ل 600 ل 6 مليار. في 4 سنين نط من 6 مليون ل 6 مليار حجم اعمال الشركه. فساعتها انا فاكر كويس جدا قلت لهم انا جايبكم عشان اقول لكم حاجه تانية خالص، انا ما وعدتكوش ان احنا ننط من 6 ل 60 خلاص يعني من 6 مليار ل 60 مليار دي نوت دوبل. وسبحان الله احنا ماشيين في السكه دي. بس انا بقول لك يعني العجيب بقى رجوعا في السنه الثالثه نقلنا تاني. يعني بقول لك بدانا بمكتب اللي كنا مستلفين، وبعدين رحنا بقى خدنا دور ارضي في مبنى اداري في التجمع، وبعدين رحنا ناقلين في مكتب بقى بروفيشنال في حته فيري هاي اند، والريل استيت ديفلوبرز كلهم موجودين هناك. وبعديها ما كفناش، بس كنا بقى كمان مش عايزين نعمل نفس الغلطه تاني. فرحت ساعتها قلت لهم، وكان عندنا مشروع بتاع كندا في منكا ده اللي هو بقى ب 6 مليار، ده اللي بقى اكبر مشروع عندنا في الشركه في الوقت ساعتها. قلت لهم بقول لكم احنا هننقل الشركه كلها في الموقع. ورحنا بنينا كونتينرز بطريقه فيري مودرن فيري شيك فيري بروجريسيف. الناس كانت بتنبهر لما بتيجي انه جوه الموقع في السيت اب ده. انا بقول لهم كنت بحس ان انا في كامبس جامعه مش في بتاع. وكنا عاملين بقى كذا كونتينر وملعب بادل ومش عارف مين وحاجات كده. عملنا حاجه كده شبه الحاجات اللي بتتعمل في التك ستارت ابس بره شويه. فرحنا ناقلين كلنا في الموقع، وبقت الشركه كلها بيست هناك، وكان مود خطير بتاع. ثم حصل الاكوزيشن، فجاه بقينا في مبنى بالكامل. وان شاء الله السنه الجايه ننقل في مبنى تاني، هبقى اوريه لكم بعد التصوير المكات بتاعه. ان شاء الله السنه الجايه ننقل في مبنى هيبقى حاجه ايكونيك في الكوربريت ايجيبت بمعنى الكلمه يعني. فالجمله بقى كنا كاتبين على الحيطه في المكتب الثالث في منكا: we are not city builders we are property innovators. فدي كانت فيجن الشركه، ان احنا مش عايزين نبني مدن، احنا عايزين نركز قوي في البروبرتي انوفيشن، وان احنا نبقى بوتيك ديفلوبر موستلي اسيت مانجمنت اللي هو النشاط اللي بدانا بيه منكا. والديفلوبمنت يبقى على خفيف، ونعمل كومباوند صغيره التركيز فيها على المنتج قوي وعلى الانوفيشن قوي وبتاع. بس ربنا بقى راح واخدنا في سكه ثانيه. عشان ابقى قفلت لك بقى الحدوته، وصلنا مدينه مصر ازاي. خلصنا واحد من المشاريع، يعني اخر 2 اللي هو واحد ابو 600 ده وبعدين ابو 6 مليار. المشاريع دي انا كنت اشتريت الارض من بتاعت المشاريع ديت واحنا في منكا. اشتريت الارض من شركه مدينه نصر للاسكان والتعمير انذاك قبل ما يتم
تغيير اسمها، قدمت على اراضي هناك ودخلنا خدنا ارض ثم الثانيه. فبدات ابقى على علاقه بالشركه وعارف اعضاء من مجلس ادارتها واتكلم معاهم، وعرضت هم اللي عرضت عليهم في مجلس اداره، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ساعتها وحد تاني من اعضاء مجلس الاداره، عرضت عليهم فكره المشروع فعجبتهم فاشتريت منهم الارض. فبدا يبقى في علاقه ورايح جاي ما بيننا وما بين بعض، وعمالين بنتكلم في بوتنشال فيوتشر كولابوريشن ونعمل ايه مع بعض تاني وناخد مع بعض ارض فين. وبدا يعجبهم الفكر بتاع مينكا وحاسين ان هو عامل مكمل قوي لشركه عريقه زي مدينه نصر، بس فكر متطور وشبابي. لغايه ما لقيتهم بيرفعوا عليا سماعه التليفون، ما تيجي تمسك الشركه، العضو المنتدب الحالي استقال والفيكنسي بقت موجوده، تعالى امسك الشركه. وفي الاول قلت لهم انا ما بدورش على وظيفه، انا راجل عندي فاميلي بزنس وعندي ماي اون كومباني. فجاء الاقتراح التاني، لا ما احنا هنشتري شركتك وانت تبقى اونر في مدينه نصر. ساعتها بقول لك بتاع، بس خلاص هي مدينه مصر، تبقى اونر في مدينه مصر وتيجي از بريزيدنت اند سي او وتليد بقى الشركه ديت بالفيجن بتاعتك بالفكر الشبابي المتطور المودرن، القصه دي كلها. فدي طبعا فيري لونج ستوري شورت، بس طولت لك فيها من تاريخ مينكا لغايه ما وصلت لمدينه مصر. يعني حضرتك كنت بتقول يعني ما تخيلتش اول ما بدات ان الشركه تكبر بالحجم ده، فهل الصح ان الانتربرينور يحط فيجن كبير قوي او فيجن بعيد جدا، ولا تبقى حاجه رياليستيك، ولا يعني الواحد يحط فيجن ازاي؟ الاثنين. ازاي؟ ويمكن قلتها قبل كده، في فرق بين دريمينج، في فرق بين انك تحط جولز للشركه، او هي انا عايز اسميها ليفلز. في الدريم، احلم لاقصى درجه، هتلاقي دي بقولها في انترفيوز كتير جدا، احلم لاقصى درجه، لان ده الفيول اللي بيحركك، ده اللي بيخليك تصحى كل يوم الصبح كده. وبالذات لو عرفت تفيجوالايز الدريم، الحمد لله بعرف اعمل كده، بعرف اغمض عيني واشوف الفيجن او الدريم بتاعي كأني عايشه. فده اللي عشان كده على فكره ان دي عامله لي مشكله في الشغل، لان مثلا لما حلمنا بالمبنى الاداري الجديد اللي هبقى اوريه لكم دوت، لما حلمنا بيه في الاول خالص، وهو بقول لك حاجه كان بيج دريم اول ما جيت هنا، بصوا احنا لازم نعمل حاجه تليق بتاريخ الشركه ولازم ولازم ولازم، واي سكتشت ات وذ ماي اون هاندز كده، واديته للديزاينرز طلعوا منه حاجه فيري ايكونيك. انا مشكلتي بقول لك لاني خلاص شفته، فبقيت اقول لهم ها احنا هننقل امتى؟ هننقل امتى يا باشمهندس؟ ده مبنى، ده ديزاين، ده مش عارف مين، انا شفته. فباك تو الدريم، شوف حلمك، لما تشوفه بجد تفيجوالايز، تغمض عينك تنام تحلم بيه، بيديك طاقه غير طبيعيه. فده هدف الدريمينج، فاحلم لاقصى طموح. محتاجين نعمل كده، احنا محتاجين نشوف. يعني لو بنتكلم حتى اقعدي بقى زوم اوت كده، كل واحد على المستوى الشخصي محتاج يعمل كده، على مستوى شركته محتاج يعمل كده، على مستوى البلد محتاجين نعمل كده. محتاجين نحلم لمصر دي لاقصى طموح، زي مصر دي تبقى اقتصاد عالمي، دولة عظمى مكسرة الدنيا، عندها شركات ملء السمع والبصر في العالم كله. محتاجين نحلم لأقصى درجة. ثم بيجي اللاير اللي بعديه، طب من الحلم ده how can we articulate، او ازاي نصيغ فيجن نقدر نوصل له. الفيجنز متغيرة، الفيجنز بقى حسب بقى امكانيات الشركة او الفرد والحاجات دي كلها. ممكن تحطي فيجن 3 سنين، تحطي فيجن 5 سنين، تحطي فيجن 10 سنين، ده الحاجات دي كلها. فانت بعد الدريم الكبير قوي بنكسره الفيجن مور رياليستيك زي ما انت بتقولي، او انا مش عايز اسميها مور رياليستيك، هي خطوه في الدريم. والفيجن بقى خلاص بقى الكلام الكوربريت بقى اللي انت حافظاه بقى، بعد الفيجن بقى كده هنكسرها بعد كده كمان بقى جولز واوبجكتيفز وتاكتكس، لحد ما توصل ان كل واحد في الشركه عارف ان هو عنده كي بي ايز معينه او اساينمنت معينه او حاجات معينه محتاج يحققها، بتجمع في الاستراتيجي الكبيره، في الفيجن الكبيره، في الدريم الكبير. ودي نقطه بقى ندى مهمه جدا، ان ازاي تربطي ده ببعض، ان ازاي اللي بيعمل الحاجه الصغيره دي بعارف ان دي بيلدينج بلوك بتصير ذا بيجر دريم، عشان يفضل الفيول موجود بتاع الدريمينج، وفي نفس الوقت الاكشن والريل ورك والدي تو داي اكومبلشمنتس موجوده على ارض الواقع. يعني فطبعا عشان كده قلت لك الاجابه الاثنين، احلم كبير قوي وكسره لمور رياليستيك جولز تقدر تحققها عشان توصل للحلم المجنون ده. على فكره في مصطلح بره اخترعوه، مش فاكر مين دلوقتي، في واحد من الكتب البيزنس يعني كان اخترع مصطلح كده، ودلوقتي بقى بيستخدم بره كمصطلح رسمي في البيزنس. يعني بيقول لك you have to have بي هاج فيجن. يعني ايه بي اتش اي جي؟ بيج هاري اوديشس جول. اوكي. فاللي هو حاجه مجنونه، اللي هو حاجه زي ما ايلون ماسك كده بيقول لك انا عايز اكولونايز مارس، او انا عايز زي امريكا في الستينات لما كانوا عايزين حلم انهم يحطوا ذا فيرست بيرسون اون ذا مون، عايزين يطلعوا اول بني ادم للقمر. فده كان الحلم الدوله كلها مجتمع عليه، ذا بي هاج ذا بيج هاري اوديشس جول بتاعهم بتاع. وبعدين بيبداوا يكسروه. وفي انسيدنت، انا اسف اني اطول في الحته دي، في انسيدنت مشهوره جدا ان جي اف كي كينيدي رئيس امريكا في الفتره ديت، اللي هو
في الفتره رئاسته طلعوا القمر، لان هو كان سباق ما بين روسيا وامريكا مين اللي هيطلع حد الاول، وهم ساعتها حطوا على نفسهم سيف ان احنا قبل اخر الستينات، فهم فعلا طلعوا القمر سنه 69، فقبل اخر الستينات يكون في حد طلع على القمر. فمره كان بيزور السبيس سنتر بتاع ناسا اللي بيجهزوا فيه للمهمه بتاعه الصعود على القمر، فانترفيو كده شهير كان هو بيصوروه فيديو كندي في الفتره ديت وهو بيزور السبيس سنتر، فراح بيدردش رئيس جمهوريه وبتاع بيدردش مع الناس اللي في المكان، فلقى واحد بينظف بيكنس المكان، فراح يدردش معاه شويه، انت مين، اسمك ايه، بتشتغل هنا بقالك قد ايه، الكلام السياسي دوت يعني. فقال له انت بتعمل ايه؟ الراجل بيكنس. قال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له I'm helping put a man on the moon. انا بساعد ان احنا نحط اول رجل على القمر، ان احنا نوصل اول راجل على القمر، الراجل اللي بيكنس المكان. ده معنى مهم قوي، ان من اصغر واحد في الاورجنايزيشن لاكبر واحد في الاورجنايزيشن متفقين على الهدف، احنا بنعمل ايه. والله اللي بيحصل عجب لما بيبقى كله متفق على الحلم وكله بيقدم في نفس الطريق، مهما كان المهمه بتاعته صغيره ولا كبيره، بتلاقي الحلم بيتحقق بجد. طيب حضرتك بقى جاهز للبونس كويستشنز؟ يلا. ده اول سؤال اقراه، ممكن بعد كده في اوكي اللي انتوا عايزين. عايزاني اجاوب لك على الاثنين، اجاوب لك على الاثنين، بس يعني ممكن ايه رايك نجاوب على الاثنين؟ جديده دي صح؟ ماشي. طيب خلينا نبدا باول واحد اديتيهولي. You got a chronic illness when you were young. How did this affect your childhood and early adulthood? فانت هنا بتساليني على المرض المزمن اللي عندي اللي جالي في سن صغير. وانا ما كنتش صغير قوي، كان عندي 30 سنه لما اتشخصت بمرض السكر. فجالي وانا عندي 30 سنه. فبقالي عندي 15 سنه عندي السكر. دلوقتي انا عندي 45 سنه دلوقتي. بصي، موضوع السكر ده طبعا هو في الاخر مرض مزمن عند ناس كتير جدا. هو لو انا فاكر صح بالستاتستكس هو المرض الاكثر انتشارا في العالم، يعني في عدد مرعب، مئات الملايين من سكان العالم، وفي مصر الموضوع كبير قوي. يعني هكلمك. انت بتقولي لي هاو ديد ذس افكت يور، خلينا بلاش تشايلدهود لان هو جالي وانا عندي 30 سنه، عند ايرلي ادلتهود. اعتقد ان هو كان ليه تاثير كبير جدا 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 في حياتي، مش على المستوى الصحي طبعا، هو له تبعاته وبتاع، وانا يعني باخد علاج ليه بس هو فتح عيني على معاني مهمه جدا في ازاي الواحد. اول حاجه يعني هقول لك من المعاني المهمه جدا كانت بالنسبه لي لقبول القصه دي كلها، والناس كتير جدا بتتعاطف معاكي ساعتها، ويا عيني وليه في سن صغير ومش عارف مين، بالذات اصل مرض السكر يجي لك وانت مولود اللي هو تايب 1. ففي اطفال عندهم مرض السكر ده اللي هو بيسموه تايب 1. تايب 2 اللي عندي ده ما بيجيش غير في مراحل متقدمه شويه، فالناس كانت مخضوضه، ايه ده ليه وانت لسه صغير ومش عارف مين. طبعا يعني الجزء الكوميدي شويه عشان ما يقلبش الموضوع دراما، ان هو بسبب الايتنج هابتس بتاعتي. يعني انا راجل اكيل وباكل كتير وباكل نوعيات الاكل مش صح، مش اصح حاجه في الدنيا، فده يمكن السبب اللي عجل بظهوره عندي يعني. بس هقول لك جمله ريليتد للشغل شويه ومعنى مهم قوي في حياتي يعني. فساعتها الحمد لله كان معايا في الشغل في الفتره ديت ناس كتير برضو حواليا بيحبوني جدا الحمد لله، وعرفت بيهم طيبه جدا. فلما عرفوا ان انا عندي السكر فلقيتهم داخلين عليا داخله، انت بقى ترتاح وكفايه كده وبتاع عشان السكر وما يعلاش ومش عارف مين وبتاع، ما تقلقش واحنا شايلين كل حاجه وبتاع. قلت لهم ان شاء الله اقعد في البيت وانا عندي 30 سنه يعني، ولا مش فاهم اعمل ايه. قلت لهم جمله هي يعني المعنى اللي جالي ساعتها. قلت لهم بقول لكم ايه، هو انتوا تفتكروا ان مرض السكر ده جالي حاشا لله من ورا ربنا يعني، واللي هو عارف وهو اللي قدر ان هو يجي لي، والقصه دي يعني حكمه مالكوش دعوه. بغض النظر انا طبعا ايه لغايه النهارده بقى ومراتي سمعانه والحاجات دي كلها، انا ممكن اكون مش يعني مش بهتم بصحتي بالقدر الكافي يعني، جيفن الكيس اللي عندي ديت. ففي ساعات ناس بيقولوا لي انت هتقعد تقول لنا هو ربنا اللي جابه لي والحاجات دي كلها عشان تتحجج بانك تاكل براحتك والحاجات دي كلها. بس هو معنى مهم قوي، حته بص كل حاجه بقدر ربنا، محدش فاهم حكمته ايه. وبدات بقى ناس لما جالي في السن الصغير ده اعرف ناس بقى اكبر مني في السن عندهم والحاجات دي كلها، بداوا يقولوا لي كلام برضو مهم جدا في الحته دي بتاع. وهو فعلا جمله شهيره جدا عن مرض السكر، يقول لك المرض الصدوق، انك لو صاحبته بالعكس بيخليك ملتزم، لان هو مش اللي عنده السكر ده مش ان هو مثلا دراعه وجعه ولا بتاع، هو مش
مش اتس نوت اباوت ذا بين، هو الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بسبب مرض السكر على اللونج تيرم. فعشان كده بيقول لك صاحب المرض دوت بالعكس هيخليك فيري ديسيبليند ومنظم في حياتك ورياضتك واكلك والحاجات دي كلها. طبعا المفروض انا اللي اقول لنفسي الكلام ده. فبس هقول لك بقى حاجه مهمه جدا عشان نرجع للكارير ونروح مجاوبين على السؤال اللي بعده. يعني انا مش عايز اقول ان انا مبسوط ان ده حصل، بس هقول لك ان هو هي ادد دايمنشن مهم جدا في حياتي في البيربس. انا قلتها في كذا برنامج كتير جدا. انا اللي هتلاقيني بلكتشر بقول لك موضوع البيربس ده كتير جدا. انا عامل نفسي كذا بيربس، في بيربس على روحانيه شويه، في بيربس على مستوى العائلي، في بيربس في الشغل هنا وبنكتبها على الحيطه عندنا تو درايف جروث ان ايجيبت باي ديفلوبينج سستينبل كوميونيتيز. عندي a lot of purposes في حياتي. one of my purposes دلوقتي اللي بقت بتصحيني من النوم وعندي شغف وعايز بتاع ان انا بقولها كذا مره، نفسي اساهم في مش يعني هي الكلمه الكبيره بس انا قلت لك احلم لاقصى درجه. نفسي اساهم في علاج مرض السكر. ابسط حاجه لو عرفتش اساهم، لان انا لا دكتور ولا بشتغل في المجال الطبي ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس بقول لك هتلاقيها بتدايركت قرارات في يعني انا تلاقيني انترستد جدا بالفارماسيوتيكال اندستري واقعد ابص عليها. طب انفست في الشركه دي، طب يمكن هي دي النواه اللي هبدا بيها القصه ديت. فهي فجاه تاني بقول لك مش عايز اقول، بقول لك ان الواحد ما يتمناش البلاء والقصه دي كلها وبدعي بالشفاء وبرفع البلاء والحاجات دي كلها، بس هي اتعدد بيربس ليا في حياتي. فبقت من الحاجات اللي مخلياني عندي شغف وطاقه وحماس اني اساهم في الحاجه زي دي. ابسط حاجه، واحنا بلد بقول لك فيها اللي بيعانوا من مرض السكر كتير جدا 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 وعلاجه غالي، وهو لانه مرض مزمن فعلاجه يومي كمان. هو انا مش عندي صداع هاخد دواء الصداع راح وخلاص ومش هاخد الدواء تاني غير لو جالي صداع تاني، لا هو مرض مزمن. فمرض مزمن ده علاجه يومي وعلاجه مش رخيص، وحقن وراس وقصص والحاجات دي كلها. فاتعدد سنس اوف بيربس لحياتي ان اتليست طب ساعد اللي عنده مرض سكر ومش قادر على الدواء ولا مش عارف مين. فبالعكس بقول لك بحس ان هو بقى جزء مهم جدا 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 من ماي بيربس ان لايف وفي حياتي. وفي يوم من الايام ممكن يافكت ماي بزنس ديسيجنز في اخش في اني اندستري او ما اخش في اني اندستري علشان يبقى لي انفلونس في الحته دي. لا الاجابه الصراحه غير متوقعه. فده بما ايه ده البونس كويستشن الاولاني. البونس كويستشن الثاني بما اني قررت اجاوب على الاثنين. reflecting on your early career, what were some mistakes you made and what did you learn from them. يعني الاخطاء بقى اللي الواحد عملها في الايرلي كارير بتاعه، بصي كتير جدا 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 عن ان الواحد يحصرهم. بالعكس هتلاقي ناس كتير جدا من اللي الحمد لله ربنا كرمهم بعد كده ووفقهم في حياتهم بتلاقيهم بيتكلموا براودلي اباوت الحته دي. بس بالعكس انا عايز اشرح للناس حاجه في الحته دي. محدش بيتمنى الفيلير والاخطاء والحاجات دي. هتلاقي دايما بنتكلم امبريس فيلير وما فيهاش حاجه وقوم، وده حقيقي محدش بيتمناه لان هو مؤلم. يعني في لحظه الفيلير او الميستيك ديت هي لحظات مؤلمه جدا. عشان كده اكشلي بقى نصيحتي بتبقى عشان نبدا من ستيب صح، نصيحتي بتبقى دايما للشباب لو انت ناوي على ستارت اب او على تبقى انتربرنور او تخش بقى المجال بتاع رياده الاعمال والشركات الناشئه والحاجات دي كلها، اهم خصله لازم تتحلى بيها انك تستحمل. It's not going to be easy. ما هو مش سهل خالص، وبالذات بقول لك بقى في المواقف بتاعت الميستيكس دي بالذات وفي مراحل بدري شويه. تاني الواحد بيبقى اقل خبره بيبقى. وهقول حاجه متناقضه، في ناس كتير تلاقي اكبر منك ساعتها ينصحك بلاش تعمل دي، انا وقعت في الغلط ده. ده يبقى بني ادم بالذات لو هو شاب لسه صغير، يبقى بني ادم عنده حكمه شديده جدا جدا ورؤيه ثاقبه وبصيره وصفات كتير قوي نادرا تبقى موجوده في السن ده، عشان يفهم اللي الكبير بيقوله ويعرف ياخده ويطبقه صح. ليه بقى؟ لان انا بقول لك اهو من التجربه ومش ندمان خالص. بقول ساعات ممكن تكوني اتنصحتي بحاجات ما تعمليهاش، والواحد بيعند ساعات في سن الشباب شويه ويعملها برضه. انا مش ندمان اني عملت كده، لان انا ساعات بقى بقول حتى للي نصحني النصيحه دي تجربتك غير تجربتي، زمنك غير زمني، مواردك غير مواردي، فكرك غير فكري. فانا عمري ما هتعلم غير لو وقعت فيها في الغلط ده. يا رب ما تقعش. يعني تاني خلي بالك، على قد ما بنقول للناس هتقع وهتقوم والحاجات دي كلها، يا ريت ما تقعش. بس اقول لك حاجه، انا والله انا بفكر بصوت عالي معاكي لاني عمال استرجع اكسبيرينسز. يعني شفت كيسز ساعات حواليا. يعني انا بقول لك انا عملت اخطاء كتير وهضحكك في الاخر اقول لك what did I learn from them، دي هسيبها للاخر يعني. بس انا شفت ناس مثلا، وعلى فكره ده الايديال سيناريو او السيناريو المثالي. يعني شفت ناس من يوم ما بدا الكارير بتاعه لغايه النهارده عمره ما حصل عنده بيج فيلير. يعني ما فيش حد ما بيغلطش، بس عمره حصل عنده بيج فيلير. بالعكس ربنا كان موفقه دايما من اول خطوه، وبني ادم ذكي وشاطر ومجتهد ومجد
وطق طق. وبالعكس ممكن يكون كان عنده الحته اللي انا بقول لك مش موجوده عند شباب كتير جدا، كان عنده من الحكمه ومن الذكاء انه يتعلم من اخطاء غيره، فيشوف فلان وقع في دي، لا انا مش هقع فيها، لا انا هسبق بخطوتين واعمل كذا بتاع. فانا شفت بعد ماتشوريتي ونجاح معين بحس ان هم كانوا محتاجين بيج فيلير، ما حدش يتمناه بس كان ممكن يبقى محتاج بيج فيلير في حياته، لان هو بقى دلوقتي بعد ما نجح وكبير بقى بيخاف جدا 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 على الفيلير، انه ما جربوش، هو مش عارف وات تو اكسبكت. اوكي. ودلوقتي بقى a lot at stake، بقت شركه كبيره وبقى في ناس كتير في رقبته وبقى بتاع، فتحسيه الرعب بقى في ليفل الوحش لانه ما جربهوش قبل كده وما عندوش الاحساس بتاع مش مشكله انا وقعت قبل كده وقمت، فانا لو وقعت ان شاء الله هقوم. هو مرعوب، هو ما يعرفش الاحساس عامله ازاي، وهو احساس مؤلم مؤلم وصعب وهو ثارف. عشان كده بقول لك ما تمنوش لاي حد ولا اتمنى لنفسي لاي حاجه كده، بس الفيلير والميستيكس دي سام تايمز هي دي بتبقى التيرنينج بوينت بتاعت هكمل ولا لا. واظن ان النسبه الاكبر ما بتكملش لما بيبقى فيلير كبير، احباط بقى ويأس وتخشي في حلقه مفرغه من النيجاتيفيتي وممكن تقلب بديبريشن وخلاص ما اعرفش اخرج منها تاني. ويا اما ده السيناريو المظلم يعني، او اقول ايه لا 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 انا ايه ومالي ومال الريسك ومالي ومال الحديث، انا راجل همشي جنب الحيط ويفضل مكمل جنب الحيط ناجح وده، بس يبقى فقط طموح والحلم الكبير والحاجات دي كلها بس خلاص مشي في سكه. فهي نقطه فارقه، الميستيكس والفيليرز دي نقطه فارقه في حياه الناس، لازم الواحد يبقى عنده جلد فيها. فانا بقول لك بقى what did I learn from them، هضحكك عكس كلام ممكن يكون متناقض لان انا لسه قايله ده. انا كنت ممكن ابقى محتاج ابقى اجرأ شويه وانا اصغر، مع ان انا المشهور عني ان انا جريء وان انا باخد ريسك، تيك ريسك اديك الريسك. وفعلا في حاجات كتير جدا ايه يا مجنون اللي انت بتعمله ده، انت بتغير اندستري ليه، انت بتبيع الشركه ليه، انت بتقفل الشركه ليه، انت بتغير نشاط ليه، انت مهاجر ليه، انت راجع ليه، انت الحاجات دي كلها. فبالعكس انا اللي يعرفوني سواء من الاقارب او من الاصدقاء او من الناس اللي بتشتغل معايا بيقولوا لي يعني انت قلبك ميت يعني في التيكنج ريسك يعني. بالعكس انا فيها مواقف برجع اقول مش يا ريت، لان الحمد لله بقول لك ما حدش عارف بقى الخير فين وربنا مقدر له ايه والحاجات دي كلها، بس يعني بقول لك وات اي ليرن فروم ات هي اللي جمدت قلبي اكتر شويه، ان في حاجه تقول ايه يا ريتني عملت كده، يا ريتني خدت الخطوه دي الجريئه دي، يا ريتني عملت ايه، مش ان فاتني فرصه. ان انا بقول لك انا بالنسبه لي دي شخصيات وطبع، ما اقدرش افرض على حد اقول له لازم تبقى كده، ولا ابني ولا غيري ولا اي حد من الشباب اللي بيسالوني الحاجات دي كلها. انا ده اللي بقول لك اللي بيديني الباشن واللي بيديني الشغف والطاقه اني اتحرك، ان انا احس ان احنا الجمله الشهيره بتاعت ستيف جوبز changing the world moving things forward. في الجمله الشهيره وبرضه قلتها كنت مره في one of the interviews في واحد من احلى واجمل الكامبينز اللي ابل عملتها في تاريخها، اللي هم الكامبين بتاع the crazy ones. في اخر جمله في الاعلان خالص يقول لك because those who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do، او حاجه بالمعنى دوت يعني. فان الناس اللي فاكره، الناس اللي مجنونه لدرجه انها فاكره انها تقدر تغير العالم، هي اللي بتغير العالم، فهي محتاجه حته جنون شويه. وانا في ناس بتوصفني بهذا الوصف شويه، بس بقول لك اللي يضحك ان لو هرجع ورا شويه لا انا محتاج ابقى اجرى شويه، محتاج في حاجات اخد فيها خطوات اسرع شويه. انا بقولها مش من بقول لك تاني مش اوت اوف اني حاسس اني فاتني حاجه، بس لان انا يمكن وبتكلم دايما كتير على قيمه الوقت، وبحس ان الوقت ممكن يعدي والواحد ما يلحقش يعمل الحاجه دي، بتموتني. ان الواحد يحس ملوش لازمه وان الوقت عدى وانه ما عملش حاجه، دي بتموتني. فانا ساعات برجع اقول ده كان الواحد ممكن يعمل حاجات اكتر بكتير جدا 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 لو كان اجرأ شويه. بس في الاخر بقول لك الحمد لله الحمد لله. بالعكس في ناس تقول لك ده انت فيري يونج ايج حققت ايه وعملت ايه، انا برجع اقول لا كان الواحد ممكن يعمل حاجات اكتر من كده ابدر من كده. يعني يمكن انا دلوقتي في وات وي كول ميد لايف، فساعات بحس هو الواحد هيعيش قد ايه، لا ده احنا كان ممكن نعمل اكتر من كده بشويه. فدي يمكن one of the things I learned from my مش عايز اسميها بقول لك ميستيك، بس ان في حاجات ايه جبت لورا فيها او كنت فيري كونسرفاتيف او خفت ان انا اخد الخطوه فيها. ايه اكبر ريسك اخدته في حياتك وحسيت بيه ان جالك فعلا يعني ريسك ما كنتش متخيله قبل كده؟ بصي انا بحس ان هي ندى، ومش عايز اقصد يعني، هحاول وانا بتكلم معاك كده افكر في انسيدنت بعينها، بس هي اجابه اشمل شويه. احنا عايشين حياتنا taking risks احنا مش واخدين بالنا، بس بالعكس يوم when you realize انك بتاخد ريسك ساعتها بتشوف النتيجه بتاعتها. معنى ايه الكلام العايم شويه دوت؟ احنا الحياه بقول لك any decision you take in life whatever، بقول لك من اول بتفتحي باب البيت وخارجه الصبح you're taking a risk. انا مش عارف ايه اللي بره، هو الريسك مربوط بالمجهول شويه. هو ده يعني الريسك في البيزنس مربوط بان انا باخد قرار في حاجه مش عارف نتيجتها شويه.
بس انا بالعكس ساعات بقعد افصل الناس الريسك عايز عشان يتقال عليك بتاخد ريسك مش تهور. في ثين ريد لاين كده ما بين التهور والمجازفه. التهور ده اللي هو واحد ولا حسبها ولا فكر ولا عمل ولا مش عارف مين وراح رامي نفسه في البحر. دي انا بشوفه تهور، ويا صابت يا خابت يعني فعلا. وفي ناس فعلا ممكن تتهور وتاخد قرار ويبقى احسن قرار خده في حياته، بس انا I wouldn't do that. يعني انا مثلا من الناس اللي ضد حاجات شويه ساعات، مع انه عيالي مجننيني في القصه دي كلها. في رياضات كده فيري اكستريم ومش عارف مين بيقول لك بس الريورد بتاعها بتبقى بس الريسك فيه عالي قوي وفيها سن التهور شويه. وكذلك في البيزنس الريسك الحقيقي انك تذاكر الحاجه وتبقى عارف انت داخل على ايه، بس هو ما حدش عارف 100% النتيجه تمشي عامل ازاي، فانت يور ويلينج تو تيك ذا ريسك. وفيها طبعا بعد روحاني يمكن اتكلمت فيه شويه، ان انا وهو ده اللي خلاني اطلع بالكود دوت، ان انا بشوف ان الريسك تيكينج دوت هي فيها جزء من معنى التوكل على ربنا. لان هو الواحد امتى بيقدر ياخد القرار بتاع لا انا هعملها، لان انسي انا معيش 100% من المعلومات، ومعيش زي ما بيقولوا كده كريستال بول اقدر اقول لك ايه اللي هيحصل ان ذا فيوتشر. بس خلاص لميت معلوماتي، ذاكرت السوق، شفت الاوبورتونيتي، شفت اللي غيري عملوا فيها ايه والحاجات دي كلها عندي، لميت اكبر قدر من المعلومات مختلفه. عايزه ليب اوف فيث. ليب اوف فيث دي هي التوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ان انا عارف ان هو اللي بيرزق وعارف ان هو اللي بيوفق. وحدث ولا حرج بقى، والايات موجوده تثبتك في كل الحته دي. يعني ايه توفيق؟ وما توفيقي الا بالله عليه توكلت الى انيب. والرزق لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. في حاجات كتير قوي ايه ده، هو اللي بيرزق وهو اللي بيوفق وهو اللي بيعمل، وانت اظبط نيتك الكلام اللي قلناه في الاول، واعمل مش عارف مين وبتاع حاجات دي كلها. لا تيك ريسك. انا مستند على قوي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، ان هو اللي بيرزق والحاجات دي كلها. فاي ويل تيك ريسك في الحته ديت يعني. فطبعا موضوع كبير جدا جدا. الموضوع كبير. وهو فتاني باك تو السؤال we're taking risk every day in our lives. الشاطر اللي يفهم يعني ايه ريسك ويربطه بالتوكل ويربطه بفهمه عن الرزق وعن التوفيق وعن ربنا، فيتجمد قلبه اكتر شويه، فياخد ريسكس بقلب جامد شويه، فيشوف النتيجه بتاعتها بقى اللي هي الرزق والخير اللي بيجي من وراها. almost all my business decisions كان فيهم ريسك. من اول انا دخلت مره ويمكن حكيت القصه ديت، كانت one of my biggest failures في البيزنس. فده كان ريسك لما دخلت في نشاط معين كان بتاع لعب الاطفال، ومش فاهم حاجه في الاندستري، وكان عندي طموح وحلم كبير قوي. بالعكس I think ان it was brilliant الحلم والطموح اللي كان عندي فيه، بس دخلت في اندستري انا مش فاهم فيها اي حاجه بطموح كبير جدا. وكنت اظن ساعتها لما كنت صغير في السن كنت اظن تاني ان الحلم كافي، وان من غير اوبريشنال اكسلنس ومن غير فهم بقى لسر الصنعه وزي ما بيقولوا كده اهل الصنعه دول بيعملوا ايه والحاجات دي كلها، وعندنا فيها كومبيتيتيف ايدج، ولا احنا بنهوبس في اندستري كده كده خلصانه في حته ثانيه. يعني ممكن اقعد احكي كتير جدا على التجربه دي. كان ريسك كبير جدا ودفعت ثمنه، والعكس صحيح يعني. فانا بقول لك ده اون ذا فيلير ليفل. بس مثلا وانا بوافق على الاكوزيشن بتاع مدينه مصر منكا ساعتها، ده كان ريسك الناس كتير جدا بالنسبه لهم، مع انه الحمد لله بقول لك ده من العكس بقى، ده اللي I took a leap of faith، والحمد لله it was very rewarding الحمد لله للطرفين، للشركه اللي استحوذت وللشركه اللي تم الاستحواذ عليها وانا كشخص. بس ده كان ريسك كبير لان انا مش متعود على المود اوف اوبريشن ده. ريسك كبير اللي انت بتعمله ده، انت داخل على شركه اصلا قطاع حكومي، واصلا طريقه التفكير فيها والكالتشر اللي فيها وحجم الشركه وبابليكلي تريدد في البورصه واكسبوزد وعليها رقابه شكلها عامل ازاي ولازم تريبورت ايه وكل حاجه وارقامك منشوره والديسيبلين فيها والتيمز اللي موجوده والناس اللي بنوها وهينظروا لك ازاي وانت سنك صغير ريليتيفلي. حطي بقى كل اللايرز دي فوق بعض، دي كلها ذس ادز اون تو ريسك، ومش متعود على المود اوف اوبريشن ده. انا كنت بخلص، انا حكيت لك احنا فاميلي بيزنس ووالدي علاقتي بيه وبتاع، انا كنت بخلص ديسيجنز كبيره جدا في شركات تانية بمكالمه تليفون، انا هعمل كذا مش طب اكتر من كده. الحمد لله كان في ثقه معينه في الفاميلي بيزنس وما بيني وما بين والدي وما بيني وما بين اخويا، لان انا خلاص وانا اللي بدير منكا، هم شركاء معايا فيها وكل حاجه، بس انا اللي بديرها، فهم خلاص عبد الله اللي بيدير منكا وتراست. فعلى بتاع، فانا كنت باخد قرارات واشتري ارض بارقام ضخمه جدا، وبحط على الشركه بيردنز ولايبيليتيز كبيره جدا، وبحلم وبطمح، وكان بيجي ايام صعبه جدا علينا في تحقيق الحلم دوت، وانا بلغهم بعديها انا عملت كذا وعملت كذا وبتاع. فالديسيجن ميكنج بروسيس مختلف تماما عن ان هنا بقى في لجان وفي بروسيس واسكيليشن وهيراركي للديسيجن ميكنج واثوريتي ماتريكس شكلها عامل ازاي علشان تعرف تاخد القرار. وحتى انت كبريزيدنت سي او عندك بروتوكول معين في اتخاذ القرار، وفي حاجات تقدر تعملها وفي حاجات ما تقدرش تعملها، في حاجات لو عملتها تتحسب عليك لانك بابليكلي تريدد كومباني، يعني مود اوف اوبريشن. فده كان ريسك، ات واز ا هيوج ريسك. بس انا زي ما بقول لك بقى عملت الهوم ورك اللي لسه شارحه لكم بتاع المذاكره الصح
بعد بالليب اوف فيث في ربنا سبحانه وتعالى and I took the risk and it was beyond rewarding الحمد لله in a very short time يعني الحمد لله. ماشي ندخل بقى البريزنت. يلا انا طولت عليكي معلش. مستمتعين جدا. ماشي. طب ندخل بقى دلوقتي على الحاضر. اوكي عايزه one achievement او حاجه انت عملتها الفتره اللي فاتت، حاجه personal مفروض بيها. مش عارف. نتكلم هنا لحد بعد البيزنس سهل لانه لغه الارقام والسوق بيتحدث يعني. حاجه صغيره. بصي on the personal level وتاني مش شطاره مني والله، بالعكس انا بنبسط جدا لما ده بيحصل. ممكن نقدر نليبلت ان هو personal touch او personal achievement يعني، بس بدأت تحصل كتير جدا. مثلا تلاقي حد يقول لي انت قلت لي كذا وغيرت حياتي، انا سالتك سؤال الفلاني وانت قلت لي اديتني نصيحه، مع ان انا ببقى فيري كيرفول في النصايح يعني. ساعات بيجي لي حد بجد والله يعني بجد يعني ام همبلد ان حد يجي يقول لي كده اصلا يعني. انا ده اكتر سؤال بيمسمرني في مكاني كده يعني. كان ولسه حاصل اول امبارح بالصدفه، امبارح يجي لي حد يقول لي انصحني، اقول له كده في المطلق. فيعني ده كرم من الناس انها تشوف انك worthy of انك تقول نصيحه يعني، بس في المطلق كمان. فحتى ساعتها انا بتخض كده، فبقول له طب احكي لي شويه عن نفسك، طب انت بتعمل ايه، طب انت بتشتغل ايه، عشان احاول اديك نصيحه تفيت يو يعني. فيمكن دي بقول لك من الحاجات اللي بتلمس قلبي جدا وبحس فيها بالبيرسونال اتشيفمنت شويه، ان انا ممكن بحاول ابقى جينيون as possible وبقول للناس ده رايي بليز اهضمه ومش شرط تاخد بيه زي ما هو. فتاني يا ندى البيرسونال وات اي كول ا بيرسونال اتشيفمنت اي ثينك، انا بقول لك تاني يمكن قلتها برضو في one of the interviews، انا بخاف قوي من ان انا ابقى بني ادم ملوش لازمه يعني. اضحكك وناس ممكن تزعل مني في الجمله اللي انا هقولها دي. اجازه العيد اللي فات كانت اجازه طويله شويه، تاني عيد ولازم نحتفل ولازم نريح ولازم مش عارف، بس الاجازه كانت طويله شويه. فانا صحيت في اليوم الرابع كده في الاجازه قلت لمراتي انا مش قادر، نزلني الشغل خلاص. مش عشان انا مش مبسوط ولا مرتاح، بس انا عندي الحته دي في السن، خلي بالك المرحله العمريه اللي الواحد فيها يعني. انا مره كنت بعمل انترفيو مع مجله اجنبيه، فبيقولوا لي واسف بعمق في حاجات مختلفه بس اي ثينك ان هي مسج مهمه. فالانترفيور بتاعتي بتقول لي واتس يور تيك اون ورك لايف بالانس، فانت شايف موضوع الورك لايف بالانس ده ازاي، والواحد بقى ازاي يقسم ما بين شغله وبيته وصحته ومش عارف مين. كلام مهم جدا على فكره، مش عايز حد يفهمني غلط في الحته دي. قلت لها هقول لك وجهه نظري عن الورك لايف بالانس. قلت لها هو ربنا مظبطها لوحده، هو احنا حياتنا. قلت لها انا ما بحبش ابص على ماي ورك لايف بالانس في اللقطه اللي انا فيها، انا ببص على ماي ورك لايف بالانس على حياتي كلها. انا كده جات لي فتره كنت طفل فما بشتغلش، فموست اوف يعني في الاول خالص لعب واكل ونوم، وبعدين مرحله تانية دراسه، فهي في مسؤوليات شويه خفيفه وبتاع، بس ما فيش حاجه مسؤول منها في رقبتك والقصه دي كلها، فلسه ما فيش شغل. ودي مش فتره صغيره يعني، الواحد بيقعد كده مثلا ثيوريتيكلي بغض النظر اللي بيبدا شغل بدري ولا القصه دي كلها ويبدا يجرب، بس قبل ما يشمل اليك مسؤوليه بجد حقيقيه والمجتمع يبدا خلاص يحطك في نظره ان انت مسؤول، وانك زي ما بيقولوا كده put food on the table وتبقى الحاجات دي كلها عندك 20 سنه تقريبا. فده فتره مش قليله يعني. ده لو واحد عاش 100 سنه that's 20% of your life لو عاش 100 سنه. فهي حقبه مش قليله جدا انت ما عملتش فيها حاجه لسه كورك وايز يعني. وبعدين بيجي لك بقى فعلا من ال20 تعالي نفترض لل60 حوالي 40 سنه، ده العطاء الاكتر بتاع بدرجاته، لان برضو من ال20 لل30 بتلاقي لسه بتتعلم اكتر عن ان انت اللي شايل الشيله. وبعد كده وفي طبعا امثله مختلفه، وفي واحد بيشيل الشيله من وهو عن 18 سنه بس يعني. فانا الرد ساعتها على الست قلت لها بقول لك ايه، هي متظبطه لوحدها. هي في فتره بنلعب وفي فتره بنشتغل ونطحن، في فتره جسمي مهما كنت عايز ادي في الشغل وعندي فكر بتاع جسمي مش هيطوعني اصلا خلاص، فمحتاج واحده واحده تبدا تريح شويه لغايه ما تخلص مشوارك بالكامل. فهي متظبطه من عند ربنا، ما نقعدش نتعب نفسنا تاني. في ناس بتقول لي انت بتقول كده عشان انت وركهوليك وعشان انت مش عايز تروح البيت بدري وتفضل شغال لغايه الساعه بتاع. بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل الحته دي كلها، بس هي على ما تستنوش نفسكم قوي. عيب عليا في السن ده برجوعا للبتاع، انا بقول لهم عيب عليا في السن ده وانا لسه اقدر ادي ولسه عندي فكر ولسه، وفي سن بيتبص لك الميد 40 ده يتبص لك انك عندك شيء من الخبره تديها اللي تحتيك، وفي نفس الوقت انت لسه عندك مشوار تدي وعندك صحه وعندك بتاع، فانت في حته كده بالعكس. دي مرحله مهمه جدا في العطاء في البيزنس. يو هاف انف اكسبيرينس اند نوليدج والقصه دي كلها، وفي نفس الوقت لسه عندك طاقه انك تدي وتشمر وتعمل وتبني وتاد فاليو
وتقطر شركات اللي قدام والقصه دي كلها، ان هيجي بقول لك عليك فتره ممكن بنشوف في ناس كتير جدا 70 بلس عنده فكر يغير بلد يعني، ويبدا يلوز انترست. ف هو يس. بساله لمعظم الناس اللي حواليا جوه الانترفيوز بره الانترفيوز، تحب يبقى فيك النجاح بتاعك وانت ريلاتيفلي صغير، وهنقول ان الفورتيز صغير، ولا بيك النجاح بتاعك وحاجه كبير شويه، ممكن مثلا نقول مثلا 70؟ بصي ده سؤال تريكي جدا. الله اعلم ربنا كاتب للواحد ايه، بس الواحد انا ما بدعي ربنا ان الواحد يبقى دايما، وده مش من باب الطمع، ده من باب ان دي طبيعه البشريه ومن باب الستر، ان الواحد يبقى دايما في زياده. ف بالعكس كل ما بيبقى النجاح بدري قوي، بيبقى ساعتها الانكزايتي والتوتر اللي عند هذا الشخص ان هحافظ عليه ازاي. يعني عشان كده حتى في كيسز بره، مارك زكربرج مثلا، الراجل ده كان بليونير ومن اهم ناس رجال الاعمال في العالم ورانكت مش عارف مين شركته ايه، وهو عنده 21 سنه و22 سنه والقصه دي كلها. فالتشالنج عنده والموضوع مش سهل. انا هعرف احافظ على ده لغايه ما انا هيبقى عندي كام والقصه دي كلها، فلازم فالمجهود مضاعف عشان الناس بس ما تقعدش تبص للناس دي يا بخته وعايش وعدى وبتاع، هو عايش في انزايتي مرعبه بتاع. والشطاره منهم اللي بيعرف يوصل لبيس اوف مايند في الحته دي كلها، ان انا ازاي اعلي على ده وبتاع. فهو كأن الاجابه ان البيك يبقى في الاخر احلى. اوكي. لان ده معناه انك على طول في زياده. فلو حد بينسب لك نجاح النهارده وانت وربنا لسه كاتب لك ان البيك يبقى وانت اكبر، يبقى معناه انك لسه عندك روم فور جروث. والجروث ده حاجه مهمه جدا. وانا بقول لك في دعاء حتى كده يعني، ان الواحد يبقى في زياده دايما، يعني ربنا يزيده دايما في الحته دي كلها. فاكيد طبعا رجائي ودعائي ان ربنا يرجع الواحد دايما في زياده في العطاء وفي الرزق وفي الصحه وفي الحاجات دي كلها. بس يعني الصحه يعني احنا عارفين بتبقى عامله ازاي موفينج فورورد يعني، بس يعني ربنا يدي جميع الصحه. طيب هقول لحضرتك موقفين. كنا مع بعض في بانل من كام شهر، والبانل اي ثينك خلصت على الساعه 11 الصبح. انا اختفيت شويه وشفت طلاب كتيره جدا هاي سكول ستودنتس او طلاب ثانويه عامه بيجوا لك يسالوك عن حاجات، واقفين بقى ايه حواليك. ببص الساعه 4 طلعت، كنت في مكان طلعت لقيتك لسه واقف نفس الوقفه. ده اول موقف. تاني موقف، اعرف ناس ساكنه في احدى المشاريع يعني بتاعت مدينه مصر، فقالوا لي ده باشمهندس عبد الله سلام قعد مع الملاك او يعني الناس اللي عايشه جوه لحد الساعه 5 الفجر. فدي حاجه يعني الموقفين خلوني افكر كتير. حضرتك عندك قدره على السمع كبيره يعني، وذر بقى بنتكلم على طلاب وعلى فكره حتى لو بنتكلم برضو على السكان يعني. ممكن مثلا حد يقول لك لا هو ليه يعرض نفسه لكم المشاكل ده، واللي يقول لك والله جاري بيركن قدامي مشاكل، بس يعني اكيد ده حضرتك عندك مشاكل اكبر من كده بكتير. فعايز اعرف ازاي بنيت قدره السمع الكبيره دي throughout the years، ومين بقى بيسمعك؟ مين بقى بيديك نفس اللي انت بتديه لكل الناس ده؟ هو زي ما انت بتقولي فعلا، الحمد لله الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، عندي بحب اسمع للناس لدرجه ساعات بتستفز الناس. ان انا لما حد بيبقى داخل لي بمشكله فبيقول لي انا عندي مشكله، فبروح قاعد عامل كده اهو وساكت واقول له اتفضل، فيقعد مثلا 10 دقايق بيتكلم متواصل وانا ما بعلقش، عايز اسمع. فبيقول لي انت ما بتردش عليا ليه؟ فاقول لا انا عايزك تخلص لغايه الاخر، مش عايز اقطعك، انا عايزك تخلص للاخر. بصي احنا لو بنسمع بالقدر الكافي حياتنا هتتغير. الفطره البشريه، وانا من عندي نفس المشكله دي، ان احنا نتكلم. السمع عايز صبر، والسمع كمان في فرق بين السمع والانصات، او بالانجليزي كده listening and hearing. او hearing ده خلاص ده الفعل العضوي، ان الودن سمعت. بس هل انا انصت وفهمت انت بتقول ايه وحطيت نفسي مكانك، او قدرت احط او جربت احط نفسي مكانك؟ لان محدش بيعرف يحط نفسه مكان حد 100%، بس حاولت افهم وجهة نظرك انت جاي منين والحاجات دي كلها. فعلى قد ما بقول في جزء منها طبيعة شخصية، ان في ناس زي ما بتقولي كده ما عندوش الطقطان ده غصب عنه، وتقولي له يا عم مش قادر امسك نفسي. انا اللي ما عندهمش الخصلة دي بيتخانقوا معايا على صبري في الحته دي، فيبقى قاعد معايا في ميتنج ولا قاعد معايا في موقف من اللي انت شرحتيهم دول، يلا كفايه يا عم اصبر امشي انت لو عايز. فمرهقه جدا، بس انا بقول لك هي مفيده جدا 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 ليا والحل المشاكل. لان انت حكيتي موقفين، واحد منهم احنا رايحين نحل مشاكل، يعني انا مع السكان
والكلاينت بتاعي احنا جايين نحل لهم مشاكلهم ونحسن من حياتهم والحاجات دي كلها. انا ليا جمله شهيره انا في الشركه بقول لهم يا جماعه 80%، ما عنديش احصائيه يعني بس يعني بقولها جمله كده تعبر عن معنى معين، 80% من المشاكل بتتحل بالكوميونيكيشن. ساعات بتبقى مش الموضوع بيبقى ده جاي لك العميل بمشكله قد كده وصوته عالي ومتخانق ومتضايق ومش عارف مين، تسمعي له يهدى والمشكله تتحل. وساعات بيقولوها لي في وشي، بيقول لي بص انت ما عملتش حاجه بس انا بتاع خلاص انا مش عايز حاجه. والله ساعات ده اللي احنا البني ادمين محتاجينه، نسمع بعض شويه. احنا مشاكلنا على فكره كتير جدا بالتحديات اللي موجوده في بلادنا وفي المنطقه بتاعتنا وفي وضعنا في وسط العالم، احنا ما بنسمعش بعض. لو سمعنا بعض هنتفق على اهداف وهنقدم في نفس الاتجاه وهنراعي بعض وهنقدر بعض لان بصي فاكت اوف لايف الكلام ده يتقال على راجل ومراته، يتقال على اب وولاده، يتقال على مدير وموظفين، ويتقال على اي حاجه. احنا مش زي بعض. انا مش زي مراتي وانا مش زي ابني اللي هو حته مني، واللي يقول لك ده شبهك وده طبعه زيك وبتاع، انا مش ابني. فلو ما بنسمعش بعض هنكلش، هنكلاش مع بعض وهنخبط في بعض ايا كانت العلاقه. يعني بقول لك هو واحد ومراته لو ما بنسمعش بعض وقابلنا ان احنا اشخاص مختلفين وكل واحد جاي من باك جراوند مختلف، كل واحد طريقه تفكيره مختلفه، بلاش باك جراوند مختلف. على فكره انا دايما بقول الجمله دي، انا زوجتي بنت عمي اصلا وسننا قريب من بعض، فمش هقول بقى قد ايه عشان ما تزعلش هي مني يعني. فسننا قريب من بعض وهي بنت عمي، فاحنا متربيين في نفس البيت ونفس التربيه وتعلمنا نفس التعليم ومن نفس المستوى الاجتماعي وثقافتنا قريبه من بعض وكل الكلام ده. ومع ذلك انا بني ادم وهي بني ادم، طريقه لما اتقفل علينا بيت واحد، لا ده كائن وده كائن، طريقه تفكير مختلفه. فالحياه كانت لن تنتظم الا بالقبول ان ده كائن وده كائن. اللي هو حتى في كتاب الشهير جدا 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 جدا، ده الكتاب اللي نصحت بيه بنتي وهي مخطوبه دلوقتي ومقبله على بدايه حياه، قلت لها اقري الكتاب دوت، كتاب فارق ومهم. لاول مره اريكومند كتاب بقى مش بيزنس، اللي هو Men are from Mars and Women are from Venus. كتاب عبقري عبقري، وهو اهم ريلايزيشن تطلعي بيه من الكتاب ده ان ده كائن وده كائن. مش كده هو عنوان الكتاب ان احنا كل واحد من كوكب، احنا كائنات مختلفه تماما يعني. فرجوعا للصبر على السمع والقصه دي كلها، خليني افرق لك ما بين الموقفين. مع الشباب وانا واقف وهم بيسالوني اسئله، والله انا ده مش بقولها عشان ناس تقول ايه ده متواضع ومش عارفين وبتاع، والله انا اللي بتعلم وبستفيد منهم. انا ببقى واقف بستمد منهم طاقه، لان انا بشوف عينات شباب الفتره اللي فاتت بالذات بسبب شارك تانك وبسبب ماي انفولفمنت في الستارت اب سين والايكو سيستم بتاع رياده الاعمال والحاجات دي كلها. فبحتك بشباب كتير جدا وبأدعى لايفنتس كتير جدا فيها شباب بتاع. انا منبهر بكم الطاقه اللي موجوده عندنا في مصر في الجيل ده. وانا اللي بقول لهم لو انتوا شايفيننا ناجحين جيلنا، لو انتوا شايفين جيلنا ناجح وشايفيننا قدوه وشايفيننا مش عارفين، انتوا هتكسروا الدنيا. قلت لهم كذا مره احنا لما نكبر شويه احنا هنضرب كف على كف على اللي انتوا بتعملوه. والله بجد جيل على فكره على قد ما بيتقال عليه جيل هايف وضايع وما وراهوش غير السوشيال ميديا ومش عارف مين، لا يعني انا بشوف شباب في سن صغير جدا، ايه كميه النولج اللي في دماغكم، ده جيل جديد، وايه كميه الاكسبوجر اللي انتوا فيه، وايه كميه الطموح، وايه كميه التكنيكال اكسبرتيز اللي بقت موجوده عند شباب، وكله عايز يعمل حاجه، كله عايز يكسر الدنيا وبتاع. ليه دعوه هنا، معلش انا برضو هدعو الناس دعوه كده او يعني مهمه على قد الطاقه اللي انا بشوفها دي. بليز كيب اون دوينج ده، وخليكم طموحين وكسروا الدنيا واحلموا زي ما بقول لك. بس يمكن الحته اللي بعتب، مش عايز اقول بعتب لان انا بقول لك منبهر، والله منبهر بالجيل ده. مش كده بقول لك رجوعا للموقف اللي انت ذكرتيني، انا وقفت كام ساعه مع الشباب بيسالوني، انا اللي بستفيد، قاعد بتعلم حاجات وباخد منهم كميه طاقه وكميه انرجي، وبيحققوا لي حته كمان اللي انا بقول لك عليها لما انت سالتيني على البيرسونال اتشيفمنت، ان انا احاول انصح على قد ما اقدر او ادي معلومه. ففي يوم من الايام لو حد من دول ومش عايز حاجه غير، والله اسعد حاجه في الدنيا لو انا في يوم من الايام شفت حد قلت له كلمه ولا بتاع وبقى هو حاجه ناجحه وحاجه كبيره، ولو بس قال لك ده عبد الله قال لي كلمه وفرقت معايا، ده انا غيرت البيزنس موديل ولا عملت مش عارفين وهي دي اللي فرقت معايا، انا المستفيد. طب نقرا بقى الايه، مين بيسمعك؟ مين بيسمعنا؟ انا قليل الفضفضه زي ما بيقولوا، يعني هي دي طبع برضو في الشخصيه، قليل الفضفضه. يمكن هضحكك يعني، قاعده زي اللي احنا قاعدينها ديت من الحاجات اللي انا حاسس اني بطلع فيها طاقه الكلام. لو لاحظتي في كذا انترفيو بودكاست طلعت فيه،
دي غصب عني الجمله اللي دايما بقولها في الاخر، بقول لهم انتوا طلعتوا من جوايا حاجات كان بقالي كتير ما اتكلمتش فيها. فبابليك سبيكينج اكشلي از one of the things اللي بفرغ فيها الطاقه بتاعت ان انا اتكلم واطلع اللي جوايا. ولكن لو بنتكلم على المستوى الشخصي، بقول لك بفضفض مع مين ولا بشكي همي لمين ولا القصه دي كلها، طبعا ياتي على راس البتاع بالطبيعه زوجتي، لان هي اللي في وشي طول النهار، وهي عندها الطبع دوت وبتسمع وتستحمل والقصه دي كلها. يمكن زوجتي من اكتر الناس اللي بتكلم معاها، واخويا الحقيقه يعني برضو ربنا كرمني باخ في خصله كده برضه هو واخدها من ابويا اكتر مني، الاحتواء كده فهو من اكتر الناس اللي بتسمعني. ربنا يخليك. عندي نصيحه لحد في حته مين بيسمعك دي، يعني بقول لك تاني زوجتي واخويا يجوا على راس الناس اللي بتكلم معاهم كتير، بس انا بصفه عامه بقول لك قليل الكلام في الحته دي، بس بقول لك نصيحه مهمه قوي قوي قوي، اتكلم مع نفسك. one of the most healthy things to do. انا دايما بقول حتى الناس بقول لهم you are your best therapist. لان في ناس بيقول لك بيروحوا الثيرابي وده مطلوب، وفي ناس they need help الحاجات دي كلها، بس انا دايما بقول لهم you will be surprised. بجد هتتخض من كم المشاكل اللي ممكن نفسك تحلها لك وتعامل معاها من هذا المنطلق. في ناس بتقول عليا مجنون شويه وبدات اقول كلام تخاريف شويه، بس تعامل معاهم انك شخصين بجد. يعني انت ونفسك، اقعد اتكلم مع نفسك واشتكي لنفسك وشوف نفسك هترد عليك تقول لا، وبراكتس وسمتايمز بصوت عالي. لو عرفت تهيئ لنفسك المكان انك تقعد تتكلم مع نفسك بصوت عالي، بلاش قدام المرايه عشان ما تتجننش، بس يعني ايه، اقعد مع نفسك كده على الكنبه ولا على الكرسي ولا في العربيه ولا انت في سفريه شغل ولوحدك ولا اي حاجه كده. انا دايما منتهز الفرصه دي، بيجي لي سفريات شغل كتير لوحدي اقعد اتكلم مع نفسي. فدي بمناسبه مين بيسمع لك والحاجات دي كلها، اتكلم مع نفسك كتير. وياتي على راس مين بيسمعك ديت I have to say it يعني، ودي اللي فيها الشفاء وفيها الخلاصه. اتكلم مع ربنا، فضفض لربنا. مفيش حاجه ممكن تكون بتمر فيها في حياتك ما ينفعش تتكلم فيها مع ربنا. بالعكس، ده بقى الوحيد ان لو في حاجه ما ينفعش اقولها لمراتي اقولها لربنا، لو في حاجه ما ينفعش اقولها لاخويا اقولها لربنا، ولو في حاجه ما ينفعش اقولها لنفسي هقولها لربنا. اوكي. لان بقى يعني حدث ولا حرج في نو جادجمنت ونو كل وات ايفر، بقى ربنا اللي خلقك وعارفك وهو عارف انت عايز تقول ايه قبل ما تقوله. فدي مريحه راحه. عارفه في مقوله كده كنت لسه بتكلم مع حد قريب على ربنا يا رب يهدي ويصلح حال الجميع، الناس اللي غصب عنها راحت في سكه الحاد او القصه دي كلها. والله تاني اي نيفر جادج، واعرف ناس كده وبتكلم معاهم على مستوى صداقه والحاجات دي كلها بيصعبوا عليا قوي. تاني وهو ممكن يسمعوني الكلمه دي يقول لك يا عم مش ما صعبش عليك غالي يعني بتاع هذه كلها. بس عارفه في مقوله كده يقول لك ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله. اللي ما يعرفش ربنا واللي ما لاقيش ربنا يكلمه، ده اللي ما يلاقيش حد ان هو حاطط راسه بالليل على المخده يقعد يتكلم مع ربنا في سره، ده اللي ما عندوش ده لا مهما ده انت لو معاك ايه. فما انت فاكر نفسك ماذا وجد من فقد الله، انت ده مهما كان معاك ولقيت وعملت انت فاقد الحاجه اللي من غيرها ما تسواش كل حاجه تانية. وماذا فقد من وجد الله دي بقى اللي بتصبر الناس كلها. لو معكش حاجه بس معاك ربنا وبتكلمه انت ما فقدتش حاجه. فدي I think دي مهمه قوي للناس تعود نفسها. احنا بقينا في زمن ماتيرياليستيك، الناس غصب عنها الحياه بتقطع وبتشد وبتعمل وبتتوه، والناس بتتوه ومش عارفه تروح لمين وبتدور على حد تتكلم معاه وبتاع. جرب كده اتكلم مع ربنا وشوف هيعمل معاك ايه، ودردش معاه في كل حاجه. من ضمن الكلام ده انك تدعي يا رب وتستشيره. والله هضحكك، انا بقول حاجه تاني الكلام ممكن يبقى مش بروفيشنال شويه. ساعات في مشاكل في الشغل عندنا دي حاجه محتاجين ناخد فيها ديسيجن، والقرار مش سهل، ولو والتو اوبشنز كلاهما سيء. عارفه اللي هو يعني هتاخد القرار دوت في حد هيتضرر، تاخد القرار في حد هيتضرر وفي حد هيتضايق او القرارات دي بالذات اللي هي انا بقول لك كلاهما سيء دي مش قادر اخد القرار. وساعات بيلوموني التيم عندي، انت مأخر القرار ليه؟ لان هو من وجهه نظر انت المفروض تاخد ده، وفي واحد تاني جنبك حضرتك ما هو انت اللي مش تتضرر من القرار ده، وفلان اللي هيتضرر من القرار ده. فبيبقى في شد وجذب، ما تاخد القرار، انت متاخر ليه في اتخاذ القرار. ساعات بقولها لهم للمقربين مني اللي يعرفوني اللي يفهموا الكلام ده اللي اعرف اتكلم معاهم بلغه الروحانيات شويه، اقول له يا اخي بكسب وقت مع ربنا، سيبني شويه، سيبني. انا معايش عصايه سحريه، انا مش عارف كل حاجه، انا لا ازعم ان انا كل مشكله بتتحط قدامي اي نو ذا انسر. ولسه وبنتعلم، وساعات بنتعرض لمشاكل عمري ما حطيت فيها قبل كده.
فبكسب وقت مع ربنا، اتكلم معاه شويه، يا رب اهديني، دلني، اعمل لي، ابعت لي اشاره، اعمل لي مش عارفين، طب انا بفكر في كذا والله، طب والله بالبلدي انا بفكر يا رب اعمل كذا، وبالارقام وبالفلوس وبالبيزنس وبتاع، طب ودي كذا، طب بس يا رب تفتكر، طب ودي هو ده اللي يرضيك، طب ده اللي في مصلحه الناس، طب انا كده هبقى بضر حد، طب انا مش عارف مين بتاع. فلو خدناها كده هيراركي، اسف ان انا سؤال عمقتلك فيه قوي كده، فطبعا على دايما بقول لك على مستوى البشر، فزوجتي واخويا في المقام الاول في الفضفضه والكلام، بتكلم مع نفسي كتير جدا 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 جدا، وفي المقام الاول والاخير اكتر حاجه بتريح وبتحل وبتجيب من الاخر واحد يتكلم مع ربنا. ندخل بقى على حته البيزنس شويه في الفاضل. حضرتك معروف ان انت بتحب الانوفيشن جدا جدا، وانا متاكده ان حضرتك والتيم بتاعك في مدينه مصر بيجي لكم افكار كتيره جدا كرييتيف وجديده. بس ازاي بقى بتفلتر الافكار دي وتقول والله الفكره دي هنعملها، الفكره دي لا مش هنعملها، او الفكره دي مثلا مش هنجازف بيها. وعايزه اعرف بقى ازاي بتimplement the art of saying no. ستيف جوبز قبل ما يموت الناس قالت لك ابل هتنهار، وكان اكبر نجاح لتيم كوك ان الشركه ما وقعتش بعد ستيف جوبز، لان الشركه كانت مربوطه باسمه. بس كتير جدا بتفتكر ان ابل دول يعني اخترعوا العجله، their innovation في حاجات حلول مشاكل بسيطه جدا، واحده منهم عمر ما حد بيبص لها انها انوفيشن. اخويا ده اللي بتكلم وافضفض معاه، ده اللي بستشيره في حاجات كتير جدا، عنده حكمه شديده جدا في حاجات كتير جدا، ده اللي بينزلني على ارض الواقع لما بحلم جامد جدا. على شخصيات مختلفه تماما في البيزنس. والله ما الحل ان احنا نصوت ونزعق ونكسر محلات ونعمل في مش عارف مين ونشتم في ايه ونلبس الليله كلها لبراندين 3 احنا قادرين نتشطر عليهم.